الجزائر كتنوض الحرب وإيران صبعها في الضربة العسكرية على المغرب. هنا الملك محمد السادس ما غيسكتش، غيعطي اوردر لقائد المنطقة الجنوبية بالتدخل العسكري. فنهار السبت ما نعسوش سكان السمارة بعد 4 انفجارات قتلت دري واحد وتجرحوا 3 اخرين من غير الاضرار المادية على 2 ديور. وحسب السلطات المحلية وقعوا بالضبط في حي لازاب، حي السلام والحي الصناعي. كلشي خرج للزنقة من الخلعة. المغرب لحد الساعة ضامس القضية حتى تخرج نتائج التحقيق للشرطة القضائية بعد ما عطاهم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعيون لوتوريزاسيون. وجابوا فريق مختص غيقوم بالخبرات التقنية والباليستية يعرفوا منين جات المقذوفات وطبيعتها. ديك الساعة غيتحزم المغرب ويترزم لهذا المساخط. الفيلم باين من البلاغ العسكري 901 للبوليزاريو كتعلن فيه انها مولاة الفعلة بعد ما نفذت عناصر من جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجومات على قطاعات المحبس السمارة والفارسية. جات المينورسو البلايص التفجيرات مع السلطات المحلية والبوليس والدفاع المدني، وقيدوا تقرير مكاشي غيتصيفط للامين العام للامم المتحدة. هذه سابقة خطيرة، الاول مرة الجبهة كتضرب مناطق من داخل الصحراء بعد واقعة القرقارات. هذا التفرقيع وفي هذا التوقيت ماشي عادي. كاينه 2 روايات. الرواية الرئيسية ان ضربة السمارة من تخطيط غوارديولا، فالجزائر بغات تهرس المغرب بهذا التصعيد العسكري. اولا يهربوا المستثمرين والسياح من البلاد، يغطيوا على الكوارث الدبلوماسيه والرياضيه مع المروك. راه اي دوله في حاله حرب ما غتشوف الشركات الاجنبيه ولا رؤوس الاموال. الدولار والاورو بح، وهذا غيخلق أزمة اقتصادية في البلاد وحتى اجتماعية من خلال المظاهرات، والشعب يخرج لك الزناقي كيف ما وقع في السبعينات والثمانينات، لأن الحرب كتخوي الخزينة من الفلوس، الأسعار كتفرقع ومشاكل قد السخط غير الله يحفظ. ثانيا تنظيم كأس العالم، فالكبرانات كيخلقوا الضربات باش تحيد الفيفا المونديال للمغرب. عرفتي شحال الفلوس والمشاريع الكبار اللي غتدخل إلى تنظم راه الهربة، ومعاهم مقروصين كاعيين ضروري ما يخسروا الحفلة. لذلك المغرب ما غيتجرش للحرب نهائيا مع الجارة الشرقية، غيعطيهم النخال ويفكر في حل ساهل بحال القرقارات. يلوحوا قرطاسة وحدة مازال، غيتدخل الجيش يخرج لمناطق شرق الجدار ويعاود سانتور جديد على الحدود الدولية مع الجزائر وموريتانيا. ديك الساعة ممنوع صاروخ واحد يطلع من الأراضي الجزائرية، وإلا غتنوض عليهم الحراقية في المنتظم الدولي. نفس الرواية متفق عليها منار السليمي، فهو ما كيتهمش الميليشيات بل أكد أن الضربات جزائرية. استعملوا قذائف الهاون أو متفجرات دخلات من الكاميوات الجاية من موريتانيا، حيث المقذوفات ما يمكنش تطلقها من الحدود البعيدة. تيفاريتي أو بير الحلو ما يمكنش. الضربات تلقوها مسلحين على بعد 5 كيلومتر على الأكثر. بلان خور مهم من ضربة السمارة. الجزائر كتوجه رسالة للمجتمع الدولي، خاصة اليوم الاثنين كاينه جلسه مجلس الامن على مشروع قرار امريكي حول الصحراء، مشروع لصالح المغرب 100%، وباش يخسروه خططوا لضربات السماره. زعما البوليزاريو ما غتنازلش على الصحراء، يا تديروا استفتاء يا نخربقوا المنطقه عسكريا. القرار الامريكي فيه 2 حوايج غيسطيو الجزائر. اولا الحكم الذاتي كحل واقعي ومقبول. ثانيا الجزائر تجلس في الطبله مع المغرب لانها المسؤوله قانونيا سياسيا وتاريخيا على النزاع. واش المشكل؟ حنا ما عندناش مشكل مع المغرب الشقيق. الكبرانات دائما كيهربوا من المسؤوليه. حنا غا ملاحظين، حنا عندنا اللاجئين، ما عندنا اطماع في الصحراء. لا مولاي. كذلك فرضت الامريكان ذات الجديد المينورسو، يعني دوك الاقصاف والحرب الوهميه من غالي وربعته ما منها والو. سيرتو ان المينورسو شاهد على ان التوتر منخفض الشده، وحتى الاشتباكات بين الجيش المغربي وقوات البوليزاريو كتوقع في مناطق بعيده شرق الجدار، مدابزين غا في الخلا بعاد على المدن والفيلاجات. واصلا الدرون المغربيه كتضربهم قبل ما يوصلوا للسانتور، كتضربهم في تيفاريتي، بير الحلو وعين بنتيلي. المهم القرار لحد الساعه معارضه روسيا والموزمبيق لانه غير متوازن. بوتين مع منامض الموزمبيق باغيين يدخلوا حق تقرير المصير عبر الاستفتاء تعطى صلاحيات اكبر للمينورسو على اساس مراقبه حقوق الانسان في المدن الصحراويه، زائد تحديد طرف
طرفي النزاع الحقيقيين المغرب وجبهة البوليزاريو. راه كل تقرير سنوي حول الصحراء كيخلع الجزائر. الا دخلوها كطرف صافي شدينا اللف عامل العنق، ما عمر يتفك النزاع. ما حد الجزائر ما بغاتش تدخل في المواجهة كطرف، كدير نفس سياسة ايران في الشرق الاوسط، سياسة الحرب بالوكالة. نظام العسكر كيضرب مصالح المملكة عبر الميليشيات، وهنا فين عواجت الفكوسة. روسيا كذلك بغات توسيع صلاحيات المبعوث الاممي في الملف. هذا الشيء ما يخلعناش. الروس ما كيديروش هاد العصا في الرويضه ضد المغرب، لا هما كيعارضوا الامريكان كتقاد القرارات بوحدها بدون الرجوع للاعضاء الدائمين، وماشي حيت كتعترف بالموقف الانفصالي. راه شفتوا القمه الروسيه الافريقيه الاخيره، ما عيطش بوتين للبوليزاريو. كذلك الاتفاقيات والشراكه بين المملكه وروسيا بحال الصيد البحري فيها الاقاليم الجنوبيه. الروايه الثانيه ان الاحداث اللي واقعه دابا داخله في مخطط ايراني كبير. مباشره بعد حوار وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان مع المجله الامريكيه بلومبورغ بيزنس وقعات احداث سماره، يعني نفذت ايران تهديداتها لامريكا ومصالح حلفائها في المنطقه، والمغرب حليف رئيسي للامريكان شمال افريقيا. ها انت فهمتي. فتصريحات الوزير شدوها المنظمات العسكريه والميليشيات كضوء اخضر من الولي الفقيه بتنفيذ هجمات، مثلا في العراق ضربات المقاومه القاعده العسكريه الشدادي بطائرتين مسيرتين. نفس التنظيم استهدف قاعده الجيش الامريكي عين الاسد بمسيره ايرانيه. حزب الله في لبنان تا هو في بلاغ كيروج لاستهداف موقع ابو دجاج، رويسات العلم، سماقه وزبردين. وحتى مواقع اسرائيليه بحال العباد في الشمال. البنطاغون اكد على 19 هجوم ضد مواقع امريكيه في العراق وسوريا من طرف مجموعات مسلحه. وماشي بعيد تكون عمليه السماره ضمن الاجنده الايرانيه، سيرتو ان العلاقات العسكريه والدعم الايراني للبوليزاريو كبير مؤخرا باتفاق مع الجزائر. عاطيهم مسيرات شاهد وكاميكازي، خداو قذائف كروز والهاون، والاكثر من هذا الشيء وجود عناصر من الحرس الثوري وحزب الله لتدريب الانفصاليين. ماشي تنلبقوا هنايا، ايران صبعها في هذه الروينه. الدليل الهجوم على قاعده دهلك الاسرائيليه بإريتريا. ايران فاش قالت غتوسع الحرب في مناطق بعيده ما كذباتش، وجميع التقارير الاعلاميه والاستخباراتيه فيها تنفيذ ضربات ايرانيه على دول حليفه لامريكا ومنها المغرب. وبزاف د الروايات اخرى على السماره منها اسرائيل وفرنسا هما مالين شغل. وشي تيقول مجموعه مسلحه اسمها الشهيد. المهم الهضره كثيره والسكوت حسن. طلعوا